السلام عليكم، ازيك يا نجم؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ بقول لك ايه، ما سالتش نفسك ليه لعيبتنا المصريين لما بيطلعوا بره بيفشلوا في الاحتراف دايما؟ يعني بيقعدوا كام شهر كده ويرجعوا ليه؟ عارف ليه؟ عارف السبب الرئيسي هو ايه؟ هو تحليل الاداء. طب هو التحليل الاداء ده يعني بعبع؟ يعني هل هو حاجه بقى علميه وحاجه بحته وهنذاكر ونفتح كتب لا. ده انت على فكره ممكن تبقى عارف تحليل اداء. لما لعبت كوره هتلاقيك عارف تحليل اداء. مش احيانا كده وانت بتلعب في الملعب بتلاقي تقول لزميلك كده خد بس خطوتين كده او خطوه على جنب بس عشان ما يبصيش ومش عارف ايه، وانت ارجع خطوتين بس ارجع خطوه ورا كمان عارف دي ليه؟ عشان دي فتح زوايا تمرير وغلق زوايا تمرير والهاف سبيس اللي ورا اللعيبه، المساحات الفاضيه عشان تقفل مساحه. ما انت عارف اهو. بس هو الفكره انك مش عندك المسمى او عندك العلم ده، فالموضوع ده مش صعب. ليه بقى اللعيبة دي بتفشل بره؟ بسبب ده. بسبب إن هي ما عندهاش الخبرة في التعامل مع تحليل الأداء. يعني إيه ما عندهاش الخبرة؟ يعني الناس دي ما اتعودتش أصلا. الناس دي ممكن تكون لعبت 5 6 سنين 10 سنين دوري ممتاز، ويكاد يكون محدش من تحليل الأداء أصلا شغال في الفريق. ممكن الجهاز الفني كله ما فيهوش محلل أداء، أو في محلل أداء واحد. محلل أداء واحد في الأندية الكبيرة ما يكفيش يا جماعة. المحلل الأداء دوره كبير جدا. مش بيشتغل على لاعبين بس، لا بيشتغل على لاعبين، بيشتغل على الفريق ككل، بيشتغل على الجول كيبر حراس المرمى، بيشتغل على الفريق الخصم اللي انت هتلعبه، بيشتغل على الجي بي اس بتاع كل لاعب في الملعب، الخريطة الحرارية بتاعته جري قد ايه، بيتحرك فين، الراجل ده نقاط القوة عنده فين في الملعب، نقاط الضعف عنده فين، بيعمل ميس باص في التلت الأخير ولا التلت اللي قدام، عنده ذبذبة في مستواه، في الدقيقة كام لكام. فتحليل الأداء بيحدد لك الراجل ده يلعب كام دقيقة، يلعب في المكان الأفضل ليه، بيأدي فين في المكان الأفضل. دايما بيعرف يعمل تدرج بالكرة والبيلد أب، بيعرف يعملها ولا لأ، ولا بيعرف يلعب تحت ضغط ولا لأ، يلعب 90 دقيقة ولا يلعب 60 ولا يلعب 70 ولا كل ده تحليل أداء. طب اللاعب المصري لما بيخرج بره بقى ما عندوش خبرة في ده كله. الراجل ده لعب كورة زيي وزيك وزي أخويا وزي أبويا وزي أبوك، لعبنا عادي، لعبنا في الشارع، ربنا كرمنا رحنا النادي، لعبنا هنا سنة هنا سنتين هنا 6 شهور وماشية كده. صح كده؟ فاكر عمرو زكي لما احترف في ويجن؟ فاكر كان مكسر الدنيا، بس بسبب عدم الاحترافية والتعامل الجاد مع التدريب والتطور بتاع التدريب والأرقام وكده. فشل. عماد متعب تقريبا خرج مرتين أو ثلاثة، وبرضه لما رجع مصر لعب كويس وأدى. آه، طيب مين تاني؟ حسام غالي برضه. حسام غالي لما لم التيشيرت وكده، حسام غالي كان بيعترض أصلا على الجهاز الفني وعلى نظام التدريب بتاعه. تمام. طيب بص لواحد زي عندك محمد صلاح. محمد صلاح نجح ليه؟ طب النني ده نجح ليه؟ هو أرسن فينجر جاب النني ليه؟ ليه لما كوبر جه؟ سيبك من أرسن فينجر، أرتيتا أصر على النني ليه؟ وقعدوا مع أرتيتا يجي 3 4 سنين كمان. طيب كوبر لما رجع لعب النني أساسي ليه؟ الناس دي يا جماعة لما بتخرج هي خلصت الماتش خارجة أهي تاخد أرقامها. أنا ليا داتا، أنت تيجي تكلم اللاعب المصري عن الداتا يقول لك إيه الداتا دي؟ أنا آخر مرة استخدمت داتا كان الواي فاي قطع عندي في البيت. هو مالوش ارقام ولا له داتا، هو بيلعب خلص بتاع جاب جول فخارج، والجمهور عمال يقول له يا كابتن مش عارف ايه، هو نسي الماتش ونسي اللي حصل فيه، هو غلط ما غلطش، عمل مس باص ما عملش، صح غلط، مش جاب جون. الجون عندنا في مصر بيلغي اي حاجه. لعبت حلو لعبت وحش. طب ما تبص لواحد زي تريزيجيه. تريزيجيه كان مع استون فيلا مكسر الدنيا، ليه مشوه؟ كان بيجيب ارقام، يعني خلص لهم ماتشات تقيله جدا، وجاب لهم تقريبا كاس بهدف كده اعتقد، اللي هو كان عرضية كده هو وان تاتش في الجون كده على ما أتذكر يعني. ليه مشوه؟ ليه أصلا ما مسكوش فيه؟ مع أول عرض من تركيا تقريبا مشوه. ليه؟ بسبب إن هو ما بيبصش للأرقام. صلاح نجح عشان أرقام. صلاح النهاردة ما هو إلا أرقام. صلاح بيطلع كل ماتش بيخلصه بياخد الداتا بتاعته بيراجعها أنا وحش فين. طب صلاح لما جه الأول لو فاكرين، أول ما جه ما كانش بيعرف يسجل أوي، كان بيضيع كتير. طب هو إيه اللي اشتغل على النقطة دي إزاي؟ عرفها إزاي؟ من تحليل الأداء. حلل الأداء، اداله أرقامه فاشتغل عليها، لقى ضعيف في واحد في اتنين في تلاتة. صح كده؟ طب تعالى نبص بره كده تحليل الأداء بيبقى ماشي ازاي، أو التدرج بتاع المحللين الأداء لحد ما يوصلوا للمدير الفني بيبقى عامل ازاي. زي ما انت شايف كده، ده مثلا من أول الداتا ساينتست أهو لحد الكوتش. التكنيكال دايركتور ده اللي هو زي عندنا اللي هو مدير التعاقدات، يعني اللي بيجيب اللعيبة.
طيب الراجل ده بيعمل ايه؟ ده عنده مثلا اللي هو بيهيئ مثلا ابلكيشن او اماكن بناخد منها الداتا. طبعا بيبعتها للداتا اناليسيس. الداتا ده محلل البيانات ده بيعمل ايه؟ ده بيجمع الداتا، تمام؟ اللي هو اللاعب ده عمل كام باص، شاط كام شوطة، الاكس جي بتاعه الجون قد ايه، لو معدل التهديف بتاعه، آه، الراجل ده الجي بي اس بتاعه بيجري فين بالظبط، اتحرك قد ايه، كام كيلو، يلعب قد ايه، مش عارف ايه. طبعا بيبعتها للفيديو اناليسيس. تمام. طيب الفيديو اناليسيس ده بيعمل ايه؟ بيبقى بص الفيديو ده والسبورت ساينتست ده احيانا في بعض الانديه بيبقى واحد. يعني هو ده ممكن يبقى شخص واحد. لو نادي زي الليفر، زي السيتي، زي ارسنال، البايرن، برشلونه، الناس دي بيبقى عندها تيم كامل بقى، كل حد مختص بحاجه. طب لحد ما يروح للفيديو ده، الفيديو ده اللي هو المدرب بيشوفه، ويبدأ يحط عليه خطة سواء للفريق المنافس أو للاعب نفسه أو للفريق كتوتال. طيب بتروح لمدرب الحراس، بتروح لمدرب الحراس. ليه بقى؟ لأنه أحيانا بيبقى في كاميرات خاصة للحراس. الكاميرات الخاصة بتاعة الحارس دي بتبص الراجل ده عنده مثلا سرعة ردة الفعل بتاعته قوية. طب الراجل ده في ركلات الترجيح أعلى من ده، فتلاقي المدرب قبل ما الوقت بينتهي بكام ثانية كده بيروح عامل تبديل، لأنه عارف إن الحارس ده أقوى من الحارس ده في الركلات. من إيه؟ من الأرقام. إن هو صد كام كورة، من كام كورة اتشالت عليه، فهي أرقام. تمام. طب بتروح للكوتش في الآخر، بتروح للمدير الفني، بناء عليه بيبدأ يحط التشكيل بتاعه. آه، آه، بيبدأ يحط التكتيك، بيبدأ يحط كل حاجة خاصة بالماتش اللي جاي. وفي الآخر بتروح للمدير التعاقدات. مدير التعاقدات بيبدأ إن هو يبص على اللاعب، بيشوف اللاعب ده، بيعرضوا على المدير الفني، طب نجيبه ما نجيبوش، طب احنا عايزين اللاعب بيعمل نفس الادوار دي، بناء على ايه؟ بناء في الاخر على محلل الاداء ده. طب محلل الاداء ده يفرق ان كان لاعب كوره ولا لا؟ يفرق كتير جدا. سيبك من اللي في مصر يقول لك لا 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 لا، يفرق كتير جدا جدا جدا. تمام. انك لعبت كوره وبتحلل اداء يفرق معاك زي ما بيقولوا كده 100%. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن تحليل اداء. طب هو ايه هو بقى بالظبط؟ يعني تحليل الاداء ده ايه؟ ده علم، دراسة. بتعمل إيه؟ بتعمل بيانات، إحصائيات، أرقام، تحركات لاعبين والفريق ككل، عشان نفهم إيه اللي بيحصل في الماتش بالظبط، إيه اللي جوه الملعب بيتم إزاي. طب إيه أهدافه؟ بعمله ليه أصلا يعني؟ عشان أشوف مثلا نقاط القوة بتاعة الفريق أو بتاعة لاعب معين. لو أنا عايز أبيع لاعب أو أشتري لاعب، فنقاط القوة ونقاط الضعف، نقاط قوة الفريق ككل، نقاط ضعف الفريق ككل، تطوير الخطط والأساليب بتاعة اللي هي التكتيكية اللي هو بتاع المدير الفني. طب الراجل ده بيلعب 4-3-3، طب والله أنا بلاعب مثلا فريق الجناحات بتطلع وبعمل ومش عارف إيه وبتاع، لا أنا ممكن ألعب ب5-3-2، ممكن ألعب ب5 مش عارف، لا ممكن ألعب ب3-5. فكل ده بطوره. طب المتابعة بقى، بتابع كل لاعب والفريق بقى اللي هو عمل الجماعي وفردي. الراجل ده ناقص 1 2 3 في الحتة دي، فأبدأ إن أنا أقوي فيه وأديله نقاط قوة فيه وأقول له اعمل 1 2 3 بناء على أساليب علمية. طيب بعمل إيه بستخدم إيه؟ بستخدم تكنولوجيا. سواء مثلا لو أنا زي ما بقول لك كده الجي بي إس اللي هي بتاع اللي بيلبسوها دي، بتشوف جريت قد ايه، وتحركت الجي بي اس بتاعك اللي هو في الملعب، اتحركت الخريطة الحرارية بتاعتك قد ايه. الخطوات، الراجل المحلل ده بيشتغل الحتة دي ازاي؟ بسيطة جدا. هي بسيطة بالنسبة لنا يعني أو بالنسبة اللي اشتغل. بعمل ايه؟ بناء على كادرات، باخد لقطات، باخد صور من مثلا من ماتش للفريق، من تدريبات للفريق. بستخرج اللقطات دي مثلا هجوم، مثلا هجمة خطيرة، او خطأ دفاعي، او تحرك من لاعب غلط، زي ما احنا بنشوف كده في المباريات وانت بتتفرج على فريق بتقول شوف اللاعب ابن مش عارف لو ما راحش الناحيه دي، لو كان وقف خطوه كمان. ما هو انت كده بتحلل اداء. يعني انت عارف، انت لما تكون قاعد كده وبتقول شايف ده، عارف ده لو وقف بس خطوه وما عملش وده لو عارف ده لو ما قدمش الخطوه دي وعمل الباص بتاعه كان عدى. ما هي دي فتح مساحه تمرير. واللي انت بتتكلم فيها غلق مساحات تمرير وغلق مساحات مش عارف ايه واستخلاص وتاكل وكل ده تحليل. بس هو الفكرة إن الراجل ده متعلم، عنده العناوين بتاعت كل حاجة. تمام. طيب بيفيد إيه؟ طيب التحليل بيفيد المدرب ولا بيفيد النادي ولا بيفيد مين بالظبط؟ طبعا بيفيد المدرب أول حاجة، وفي الآخر النادي بيستفاد. طب بيفيد المدرب إن هو بيحط قراراته بناء على أرقام
واحصائيات، مش بناء على ان حد جاب وقال له بقول لك ايه انت عندك لاعب ركنه جوهره نزله هيكسبك الماتش، لا مش كده. ممكن لاعب يكون عنده. لاعب عنده مهاره لكن ما عندوش التكتيك او ما عندوش النقاط اللي انا عايزها في الماتش ده. تاني حاجه بعرف كل لعيب دوره في الملعب. انا عايز مثلا من لاعب معين ان هو يقفل لي مساحه معينه في الحته في الوقت ده، او مثلا هنقفل المكان الفلاني او هنقفل الجبهه اليمين. تاني حاجة باستفاد منها هو تحليل المنافس طبعا. أنا بلاعب فريق، فطبعا بحلل بناء على إيه؟ بناء على المعلومات والإحصائيات والأرقام بتاعته. بس كده. فلو لاعبين عايزين يحترفوا، أو أنت أخوك صغير أو عندك ابن أو يعني أي حد تبعك عايز يحترف، لازم تعلمه يعني إيه داتا، يعني إيه تحليل. بدل ما يلاقوا نفسهم المدرب بره بيقول لهم إيه يا نجم أنت فين، وهو ماسك لابتوب هو مش فاهم. أنت هتقول لي أنت بتلعب وبتقول لي أنت فين؟ لا، هو اللابتوب ده مبين لك كل حاجة في الملعب، هو شايفك شايف بتعمل إيه وكده. يا ريت نشوف محللين أداء كتير في مصر. مصر محتاجة كمية محللين أداء الفترة اللي جاية. عموما يعني لأن خلاص أوروبا والناس مشغلة بيها من سنين كتير جدا، وإحنا لسه في أندية عندها، واللي عنده واحد ولا اتنين. ما عندوش تيم محللين أداء. لا، إحنا عايزين محللين أداء بدل واحد في النادي، يكون في تيم كامل لتحليل أداء في كل فريق، لأن ده هو اللي بينجح يعني. إن شاء الله نشوف محللين أداء كتير في مصر الفترة الجاية، أحسن من المحللين اللي بيبقوا في القهاوي دي. وشكرا ليكم، ونشوفكم حلقة جديدة إن شاء الله.